السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. مرحبا بكم في قناتي. الرجاء الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. وأخيرا تفتح وزارة التربية الوطنية الأرضية الرقمية الاستثنائية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، وذلك ابتداء من يوم 25 أوت 2025 على الساعة 12 زوالا لغاية يوم الأحد 31 أوت 2025 منتصف الليل. ومما جاء في البلاغ الموضح أمامكم أنه يتم تبليغ المترشحين بنتائج معالجة طلباتهم عبر حسابهم الشخصي، وذلك ابتداء من 4 سبتمبر 2025، بمعنى أن كل مترشح سجل في الأرضية يجب عليه يوم 4 سبتمبر الدخول إلى المنصة عبر حسابه الشخصي للإطلاع إذا ما تم قبول طلبه. ومباشرة لما يجد نفسه مقبول يقوم أو هو مجبر أو يتعين عليه أن يختار المؤسسة التي يرغب أن يعين بها، وهذا حسب ترتيبه خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 سبتمبر، مباشرة بعد أن يتأكد أنه قبل، سواء في ذلك اليوم 4 سبتمبر أو 5 أو 6 يختار المؤسسة. وبعدها ينتظر لغاية 9 سبتمبر 3 أيام، ويدخل مرة ثانية إلى المنصة عبر حسابه الشخصي حتى يطلع إذا ما تم قبول رغبته بالمؤسسة التي اختارها. وبعد ذلك يتعين على المترشحين المقبولين يتعين عليهم الالتحاق يوم 14 سبتمبر، كل مترشح وقبلت رغبته في المؤسسة أن يلتحق بتلك المؤسسة يوم 14 سبتمبر حتى يستلم مقرر التعيين ويوقع على محضر التنصيب. هنا حذاري من التأخر، فكل مترشح لم يلتحق بالمؤسسة ما بين 14 إلى 16 سبتمبر يعد متنازل، ويعين مكانه مباشرة الذي يليه في القائمة. هذا بالنسبة للمراحل في التسجيل. بخصوص شروط التسجيل الملف، هناك الشهادة المطلوبة التخصص، إضافة إلى بطاقة الإقامة والوضعية تجاه الخدمة الوطنية. أما بخصوص كيفية اختيار وإسناد المواد فطبعا تكون حسب التخصص في المادة، إلا في حالة غياب المتخصص يمكن اللجوء إلى الأقرب للتخصص. كما جاء في البلاغ أمر جديد، وهو إمكانية تعيين أساتذة في مادة التربية الإسلامية، وهذا خاص بالطور المتوسط. بشرى سارة لأساتذة اللغة العربية في التعليم المتوسط، إسناد مادة الإسلامية ستصبح للمتخصصين وليس لأساتذة اللغة العربية. وعليه تفتح الأبواب للحائزين على شهادة الليسانس أو الماستر في العلوم الإسلامية أن يسجلوا في التعاقد المؤقت، وبإمكانهم أيضا المشاركة في المسابقة التي ستجرى في شهر ديسمبر. هذا بالنسبة للطور المتوسط. بالتوفيق للجميع.